بقالنا كتير قوي ما عملناش مقارنة شاورما، او في الواقع يعني ما عملناش غير مقارنة شاورما واحدة بس، وكان تقريبا تالت فيديو على القناة حاجة كده يعني. أنا كنت جايب بين ابو حيدر وسمسمة وبرومي صح. المرة دي احنا جايبين مطاعم اكتر، وكان في المفروض كمان مطعمين هيخشوا معانا بس الهوت لاين بتاعهم فيه مشكلة. السلام عليكم. فيديو النهارده هتبقى مقارنة شاورما مصري لحمة وفراخ، وانا عن نفسي بحب اكتر الشاورما اللحمة المصري اكتر من الفراخ، بس برضو قلت نجيب الفراخ. بس فكرة بقى الفيديو بتاعت النهارده انا مش عايز اجيب المطاعم القديمة قوي زي ابو حيدر وسمسمة ونعمة، لان المطاعم دي اتهرست في كل الفيديوهات. الفكره في الفيديو ده ان انا عايز ادي فرصه للمطاعم الجديده ان هي تظهر شويه. فالنهارده انا جبت مين بقى؟ كايزو ونص دسته وشاورمايزر ولقمان وجاد. حد يجي يقول لي هو جاد ده مطعم جديد؟ لا، هو مطعم قديم، بس انا يعني جربت من عنده الشاورما اللحمه وكانت تحفه. وكان في برده المفروض مطعمين اجيبهم النهارده وهم سداد وانكل توني. انكل توني مش مطعم جديد بس هو مش واخد نفس الصيت بتاع ابو حيدر وسمسمه، بس للاسف الاثنين الهوت لاين فيهم كان واقع. فخلينا كده نجيب المطاعم بتاعتنا. شاورمايزر دول هنا السندوتشين وكاتشب وفي مخلل ده انا طالبه، بس انا مستغرب بصراحه الكاتشب مع الشاورما ده. وادي جد السندوتشين حجمهم ضخم جدا ما شاء الله. احنا هنجرب بقى شاورما اللحمه الاول من الارخص للاغلى، وبعد كده نخش على الفراخ. قلنا ارخص واحد مين؟ طيب هنبدا بارخص واحد وهو شاورمايزر. سعر الساندوتش 30 جنيه بالضريبه. الحق شاورمايزر ده فاتح كذا فرع في اسكندريه وليه فرع واحد بس في القاهره في الدقي. كميه اللحمه اللي في الساندوتش متوسطه وفي معاها طماطم وفلفل وبصل متقطعين صغير قوي. فندوق نشوف كده. بسم الله. لا شكلها كده هتبقى فيه منافسه شديده. البهارات هنا في الساندوتش هاديه كده، التتبيله مظبوطه، يعني ما تحسش ان في حاجه طاغيه في الساندوتش. مفيش مثلا طعم نعناع او طعم مزازه. الساندوتش هادي كده تحسه خفيف، وكميه اللحمه اللي فيه معقوله كويس، والعيش برده بتاعه طري مش بايت فريش. فبدايه قويه من شاورمايزر، يعني ما كنتش متوقع منه المستوى ده بصراحه. كنت متوقع ان هو يبقى اقل شويه من كده. نخش بقى على ايه؟ على لقمان. هنا هو جايبه لك في علبه كده، حاطط لك فيها ايه الساندوتشين مع بعض، الفراخ واللحم. الساندوتش هنا تحسه منفوخ شويه كده عن شاورمايزر، وكميه اللحمه واحده تقريبا، بس هنا في طحينه اكتر. هنا الطماطم والبصل متقطعين اكبر شويه، وفي فلفل متقطع صغير. ده لقمان ده بقى عامل كام؟ لقمان ده عامل 32 جنيه. التتبيله هنا طعمها ظاهر شويه عن شاورمايزر، بس مش تتبيله مميزه يعني. بس اللي مدي الطعم حلو هنا في الساندوتش الطحينه. البصل هنا متقطع كبير شويه، فممكن تحس بطعمه شويه كده وانت بتاكل. ده غير ان العيش هنا هو مش بايت، بس القطمه بتاعته مش سلسه كده زي شاورمايزر. فاروح لمين؟ لا شاورمايزر احلى. نص دسته ده بقى عامل قلبان برضو، ما جربتوش ولا مره خالص. يا سيدي ايه الحركات دي؟ ده باكجينج وحوارات ايه ده؟ ما كانوش سندوتشين شاورما يعني، ده مناديل عاديه ومناديل مبلله وجلافز وخله، ومش اغلى واحد. طب برافو والله. هو العيش بس هنا تحسه زعلان شويه كده، مش عارف فيه ماله. وفي كميه طحينه معقوله، طماطم برده وخضره، بس مش شايف بصل خالص. هو انا مش عارف انا اللي حظي وحش ولا في ايه بالظبط، بس تتبيله اللحمه مش الطف حاجه بصراحه، يعني اقل كمان من بتاعه لقمان ومن شاورمايزر. تسويه اللحمه برده مش احسن حاجه. العيش شكله مش عاطفي يعني، بس شغال لطيف. فلا بصراحه مش قد كده يعني، كنت متوقع حاجه اقوى من كده بكتير. بس هو ميزه كل واحد لحد دلوقتي ان مفيش لحمه مدهننه كده، يعني مفيش الدهون دي، لا كلها بتبقى لحمه صافيه. فلا ده للاسف كده يعتبر اقل واحد جه معانا لحد دلوقتي. ما نعرفش بقى اللي جاي ده هيبقى ايه نظامه. نيجي بقى للبرنس بتاع الشاورما المصري مؤخرا، وهو اللي رجع تاني الترند بتاع الشاورما المصري بعد ما كانت الشاورما السوري محتليه السوق المصري، وهو كايزو. بس كايزو يا جماعه بقى غالي قوي، يعني الساندوتش بقى عامل 33 جنيه من غير الضريبه، تيجي تحسبها 37 جنيه ونص. الساندوتش اصغر حجم فيهم لحد دلوقتي، صغير جدا، بس لو قارنت كميه اللحمه نفسها هي تقريبا نفس اللي فاتوا. الساندوتش بقى هنا كميه طماطم قليله جدا، بقيه اللي موجود بصل وخضره، بس متقطعين برده صغير قوي. بس برنس جامد. ده يعتبر اكتر واحد لحد دلوقتي ظابط المعادله كلها. تتبيله اللحمه مع السوا بتاعها مع الطحينه مع لقمه العيش، مفيش حاجه فيها غلطه. ده غير برضو ان مفيش لحمه مدهننه او حاجه. فعلا رقم واحد لحد دلوقتي يعني. لسه بقى اللي جاي ده مش عارفين هيعلي عليه ولا ايه النظام. الساندوتش بتاع جاد مكتوب ان هو ب 43 جنيه، فقلت ده غالي قوي. ببص لقيت ان لسه في ضريبه قوه مضافه. ساندوتش جاد عامل 49 جنيه، غالي جدا. بس هو الصراحه يعني لا، حجم الساندوتش حاجه تانية يعني يفصل ساندوتشين او ساندوتشين ونص من اللي فاتوا دول كلهم. لا كميه اللحمه فعلا الدبل ده على الاقل يعني، مقطع معاها طماطم وبصل، بس العيش كانه جاي من فرن، عيش متمرمط، بس المهم الطعم. انا مش عارف في ايه النهارده. ده لما جربته قبل كده من هناك كان جامد جدا، وكان طعمه احلى من كده. يعني اللحمه هنا ناشفه كده وتتبيلتها مش الطف حاجه. في برده شويه طحينه موجودين في الساندوتش، بس اللحمه لا مش اقوى حاجه بصراحه. يعني ده يعتبر اقل واحد جه النهارده. طيب لو هنرتب كده بالنسبه لشاورما اللحمه، فاقل واحد جاد، وبعديه نص دسته، وبعديه لقمان، وبعديه شاورمايزر، وبعديه كايزو، وفي الاخر ده ذوقي الشخصي. طيب خلينا بقى كده نشوف شاورما الفراخ. نبدا بقى زي ما بدانا المره اللي فاتت بشاورمايزر. هو حاطط معاه شرايح خيار مخلل كده، ودي كابوتشا تقريبا. دي ايه ده؟ غريبه بصراحه، بس قشطه نشوف يعني. ده غير ان في كميه توميه كويسه.
الفراخ انا مش حاسس فيها باي تتبيله، بس السوا مظبوط. لا اضعف من اللحمه بكتير. هو جه في اللحمه رفع سقف التوقعات، وجه في الفراخ نازل بيها الارض. هو مش سندوتش سيء يعني، مش للدرجه، بس يعني حسسني بس ان في تتبيله شويه في الفراخ. خيار مخلل والتوميه هنا عاملين شغل حلو الصراحه، بس لا كنت متوقع بصراحه اكتر من كده. نخش على الاخ لقمان، وهنا سندوتش شاورما الفراخ عامل 32 جنيه زي اللحمه بالظبط. الفراخ هنا متقطعه حتت كبيره شويه، بس واخده الوش كده من على السيخ، لا متفائل بيها دي الصراحه. ده غير ان في شويه توميه كده مع خيار مخلل، او هنا في طعم تتبيله شويه. هي كشاورما احلى من شاورمايزر، يعني فيها تتبيله كده وطعمها حلو قوي. انما كتوميه لا مش الطف حاجه بصراحه، يعني توميه شاورمايزر احلى منها بكتير. بس مين الاهم في الساندوتش؟ لا اكيد الفراخ مش التوميه يعني. فهو كل واحد فيهم ايه محتاج بس ان في حاجه تظبط عن التانيه، بس انت هنا ظابط الحاجه الاساسيه، ناقص بس ان انت تستخدم توميه طعمها احلى من كده بشويه. نيجي بقى للاخ نص دسته، ده هنا عامل 35 جنيه زي اللحمه بالظبط. في هنا خضره وتوميه وبصل وفلفل وخيار مخلل. ده غير ان الفراخ شكلها غرقانه في التتبيله، بس هل يا ترى ان هي غرقانه في التتبيله كده يبقى احلى؟ هنشوف. لا هو انا وش حظ وحش مع نص دسته، مش عارف في ايه. لا تتبيله كتير قوي وطعمها غريب، يعني اول مره ادوق شاورما فراخ بالتتبيله دي. تتبيله الفراخ هنا تحس ان هي بعيده شويه عن جو الشاورما، ممكن تقرب شويه من جو الشيش طاووق مثلا. والله سوى الفراخ مظبوط يعني، بس لا مشكلتي في التتبيله بصراحه. ونيجي بقى للاخ كايزو، سندوتش شاورما الفراخ هنا عامل 36 ونص، الكلام ده بالضريبه. كميه فراخ معقوله هنا، وفي نعناع كده وخيار مخلل وتوميه على خفيف قوي. هنا الفراخ لونها مش مبيض زي شاورمايزر، ومش محمر كده زي نص دسته. يعني الكلام ده رايق. النعناع هنا عامل شغل عالي. لحد دلوقتي شاورما الفراخ في المطاعم كلها جايه السوا بتاعها مظبوط. هنا زي ما قلت لكم التتبيله بين البنين، لا هي كتير ولا هي قليله، هي ايه في الوسط كده. بس اللي مدي تيست حلو قوي هنا النعناع. لو حد ما بيحبش النعناع لا يبعد عن الساندوتش ده، او يقول لهم ما تحطوش نعناع. التوميه هنا كميتها مش كتير، كان نفسي ان هي تبقى اكتر من كده بشويه، بس الخيار المخلل عامل شغل حلو. الشاورما نفسها لطيفه سواها مظبوط، فلا ده يعتبر احسن واحد جه لحد دلوقتي. ونخش بقى على اخر واحد معانا، وهو جاد. نفس حجم الساندوتش بتاعه برده الضخم، ونفس السعر برده 49 جنيه بالضريبه. ما شاء الله ده كميه فراخ يعني اكتر كمان من اللحمه. بس هنا مقطع فلفل وبصل وطماطم، يعني تقطعات كبيره كده. مش عارف ليه حاسس مع الاضافات دي كلها يبقى قالب على طعم فاهيتا، بس العيش سيء جدا بصراحه. طيب هو طلع ميكس فاهيتا فراخ على شاورما فراخ، ازاي ما اعرفش. يعني طعم الفراخ لوحدها شاورما تمام، بس الاضافات الكتير بتاعت البصل والفلفل والطماطم، وخصوصا كمان ان هي متقطعه كبير، فتحس الموضوع بعد شويه عن الشاورما ودخل في جو الفاهيتا. بس كتتبيله فراخ وتسويه فراخ هي لطيفه شغاله، والساندوتش مليان بصراحه. بس احنا بعدنا حاجه بسيطه عن جو الشاورما. طيب يبقى بالنسبه لي كده في الفراخ اقل واحد نص دسته، ويجي بعديه جاد، وبعد كده شاورمايزر، بعد كده لقمان، بعد كده كايزو. جاد ما اقدرش الوم عليهم قوي بصراحه، لان هم مش مطعم شاورما، يعني مش ده الاساس بتاعهم. بس انا يمكن من سنه ونص سنتين جربت شاورما اللحمه من عندهم وكانت كويسه، فقلت اجيبها في المقارنه. يعني كان نفسي والله انكل توني وسداد دول يبقوا معانا، بس يعني حظهم كده. انا عن نفسي كنت متوقع النهارده ان المنافسه تبقى بين كايزو ونص دسته، بس نص دسته انا يعني مش عارف، هي دي اول مره اجربه، فمش عارف هل حظي وحش معاه ولا في ايه بالظبط، مش عارف. انما واحد مثلا زي شاورمايزر ولقمان ما كنتش متوقع منهم كتير قوي، بس لا مستواهم كويس وممكن كمان يبقوا احسن من كده. وبس كده، مش محتاج بقى ان انا اقول لكم ان انا هشيل الحاجات دي من قدامي، احنا خلاص يعني لخصنا الدنيا وبس كده. استنوا بقى الفيديو اللي جاي عشان ان شاء الله هيبقى حاجه مختلفه، لا مطعم بقى ولا طبخ ولا اي حاجه من الحاجات دي، هيبقى حاجه بقى كده ايه اول مره نعملها في القناه. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك الفيديو وتشيروه في كل حته. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.